عارفين يا ستات، في جملة كده يمكن كل أم قالتها لنفسها في لحظة من اللحظات، بس عمرها ما قالتها بصوت عالي. الجملة دي هي: أنا مش أم وبس، أنا إنسانة كمان. الجملة دي فيها وجع وفيها شوق وفيها صوت مكتوم بقاله سنين بينادي جوه قلبك ومش لاقي اللي يسمعه، لأنك من ساعة ما بقيتي أم الدنيا كلها اتغيرت. بقيتي مسؤولة عن كائن صغير محتاجك في كل ثانية، وحياتك بقت شبه دايرة مقفولة فيها بيت ومطبخ وغسيل ومذاكرة وصريخ وطلبات. ومع الوقت ومن غير ما تحسي اتسحبتي من نفسك، مش علشان انتي ضعيفة، بالعكس، علشان قلبك كبير قوي وحبك أكبر. بس الحب لو زاد عن اللزوم وتحول لتضحية مستمرة بياكلك واحدة واحدة. احنا اتربينا على فكرة غريبة، إن الأم الكويسة هي اللي تدي من غير ما تفكر في نفسها، هي اللي تفضل واقفة حتى وهي مكسورة، اللي تضحك وهي من جوه بتنهار. ولما واحدة فينا تقف وتقول تعبانة أو عايزة ارتاح شوية، تلاقي الناس بتقول لها: هو في أم بترتاح؟ وكأن كلمة أم معناها إنك تبقي آلة شغالة 24 ساعة، لا بتزهقي ولا بتتألمي. بس الحقيقة إن كل أم قبل ما تكون أم كانت إنسانة، إنسانة ليها أحلام وليها ميول وليها طريقة في الضحك واللبس والكلام. بس مع الوقت كل ده بيبدأ يختفي ورا كلمة واحدة: ماما. بس مين قال إن الأمومة لازم تبلع الإنسانة؟ ومين قال إني عشان أكون أم كويسة لازم أنسى نفسي؟ بالعكس، الست اللي بتعيش لنفسها كمان بتبقى أم أهدى وأحن وأعقل. بس إحنا مش متعودين نحترم احتياجات الست، دايما بنخليها آخر أولوياتها، وبنسقف لما تضحي ونلومها لما تختار نفسها. خليني أقولك حاجة يمكن تصحيكي شوية: انتي مش أنانية لو خدتي وقتك، انتي مش مهملة لو قلتي مش قادرة دلوقتي، انتي مش غريبة لو حسيتي انك تايهة ومش عارفة نفسك بعد الأمومة. دي مش أزمة، دي علامة انك عايزة ترجعي لنفسك. الست لما بتتولد هي كمان من جديد، بس محدش علمنا ازاي نعتني بالأم اللي بتتولد جوانا. كل التركيز بيبقى على البيبي، على الرضاعة في وقتها، على النوم، على التطعيمات. بس محدش سأل: هي الأم عاملة إيه؟ بتحس بإيه؟ لسه بتحب نفسها؟ لسه عارفة هي مين؟ عارفة أكتر حاجة بتكسرنا؟ إننا بنفتكر إن كل اللي حوالينا شايفين، بس الحقيقة إن محدش شايف. نفسنا حد يقول لنا: أنا حاسس بتعبك. وقتها مش بنبقى محتاجين حلول ولا نصيحة، بس بنبقى محتاجين كلمة حقيقية تطبطب على وجعنا. بس عادي، إحنا بنتعود نسكت ونضحك ونقول الحمد لله ونكمل كأننا ماشيين على رجل واحدة وبنحاول نبان إننا بخير. بس بيجي وقت تلاقي نفسك قاعدة وساكتة وتحسي إنك مش عارفة انتي مين.
تحسي إنك مش قادرة تفرقي بينك وبين دورك، بس البنت اللي كنتيها زمان والست اللي بقيتيها دلوقتي بتسأل نفسها سؤال موجع: هو أنا راحت مني إمتى؟ عارفة، فقدان النفس مش بيحصل فجأة، مفيش يوم معين بتقومي فيه من النوم تكتشفي إنك اختفيتي. هو بيحصل بشويش، واحدة واحدة، نقطة نقطة، يوم بعد يوم. بيبدأ من لحظة صغيرة كده، لما تسكتي عن حاجة كنتي بتحبيها وتقولي مش مهم دلوقتي، وبعدين تكرريها تاني وتالت لحد ما تنسي انتي كنتي بتتمني ايه وكان نفسك في ايه. تبدأ القصة لما يبقى كل وقتك متقسم على غيرك. البيبي صحي، حضري الأكل، راقبي مذاكرة الولاد، رتبي البيت، تابعي الشغل، اطمني على مامتك، اسألي عن صاحبتك، راضي جوزك، وتنسي أهم واحدة في الليستة دي: انتي. تبتدي تفقدي نفسك لما تبقي بتتعبي وما تقوليش، لما تدخلي الحمام تعيطي علشان محدش يشوفك، لما تضحكي علشان الناس ما تسألكيش مالك، لما تلبسي بسرعة من غير ما تبصي حتى في المراية، لما تروقي الدنيا كلها بس قلبك يفضل مكركب. اللحظات الصغيرة دي بتاكل من روحك واحدة واحدة لحد ما تبصي حواليكي وتكتشفي إنك بقيتي مجرد دور، مش إنسانة. في ستات كتيرة فاكرة إن الأمومة سرقتهم، بس الحقيقة مش الأمومة اللي سرقتهم، اللي سرقهم هو فكرة الأمومة اللي المجتمع رسمها، إن الأم لازم تضحي بكل حاجة، لازم تكون كاملة، مثالية، صبورة على طول، ما بتشتكيش، ما بتزهقش، ما بتتعبش، ولو قالت إنها محتاجة لنفسها تبقى جحدة. بس انتي مش جحدة، انتي بشر، جواكي قلب وروح ونفس، جواكي رغبات وأحلام، ولسه فيكي البنت اللي بتحب الحياة. بس البنت دي اتحبست في دوشة المسؤوليات. كل مرة قلتي بعد ما العيال يكبروا، بعد لما أخلص الشغل، بعد ما ارتاح. كانت البنت دي بتبعد شوية لحد ما صوتها بقى واطي قوي، بس هي لسه هناك، مستنياكي تمدلها ايدك وتقوليلها تعالي نرجع سوا. الإنسانة اللي جواكي ما ماتتش، هي بس نامت شوية، نامت من كتر التعب، من كتر ما محدش يحتواها، من كتر ما اضطرت تكون قوية على طول. هي دي اللي بتكسرنا لو طولت، لأن القوة دي لما تبقى عادة مش حالة بتسحب منك كل حاجة حقيقية. أنا عارفة إن في ستات كتير دلوقتي بتسمعني ومش قادرة حتى تفتكر هي كانت بتحب تعمل إيه زمان، لما كنتي بتضحكي من غير سبب، لما كنتي بتخرجي مع أصحابك وتتنفسي، لما كنتي بتكتبي أو بتقري أو بترسمي أو حتى بتغني تحت الدش. كل ده راح فين؟ مفيش حاجة راحت، هو بس محتاج إذن منك إنها ترجع. بس المشكلة إننا مش بنعرف نطلب الإذن ده، بنبقى حاسين بالذنب أول ما نقرر نختار نفسنا. تيجي في يوم من الأيام تصحي بدري علشان تشربي فنجان قهوة في هدوء، تلاقي صوت جواكي بيقولك إزاي قاعدة لوحدك، إزاي مبسوطة، وفي أوضتين في الشقة مش متوضبين،
سلة الغسيل مليانة غسيل، هتتغسل إمتى؟ الولد اللي عايز يذاكر هتسيبيه من غير ما تذاكريله؟ تخرجي مع أصحابك يوم تلاقي حد يقولك سبتي العيال وخرجتي، ولأنك اتبرمجتي على إن الراحة غلط بتسيبي نفسك تروح وبتدخلي في دايرة اسمها أدي وأنا مش مبسوطة. بس خليني أقولك حاجة مهمة جدا، اللي انتي بتعمليه ده مش تضحية، ده اختفاء. والاختفاء مش بطولة، دي خيانة صغيرة بتتعمل كل يوم ضد نفسك. ولما النفس تتخان كتير بتنتقم في شكل اكتئاب، نرفزة، عصبية، زعل على حاجات ملهاش لازمة، إحساس بالفراغ من غير سبب. تلاقي نفسك مش طايقة صوت العيال، ولا عايزة تردي على جوزك، ولا طايقة تشوفي المطبخ، وتسألي نفسك هو أنا إيه اللي جرالي؟ اللي جرى ببساطة إنك فقدتي التوازن بين الأم اللي جواكي والإنسان اللي جواكي. تعالي بقى نبدأ نرجع التوازن ده سوا. مش هنقول كلام مثالي ولا جمل تحفيزية فاضية، هنبدأ بخطوات بسيطة جدا حقيقية تقدر أي واحدة تعملها مهما كانت حياتها مزدحمة. أول حاجة لازم تعمليها إنك تعترفي إنك محتاجة ترجعي لنفسك. مفيش حاجة هتبدأ من غير اعتراف. طول ما انتي شايفة إن ده عيب أو أنانية عمرك ما هتتحركي. بس أول ما تقولي أنا محتاجة أرجع لنفسي، الدنيا هتبدأ تتبدل. حطي في بالك إن التوازن مش إنك تسيبي كل حاجة وتمشي، ولا إنك تخلي الدنيا تدور حواليكي. التوازن إنك تبقي في النص، ماسكة إيد ولادك بإيد وماسكة نفسك بالإيد التانية. يعني لما تتعبي ترتاحي، لما تزهقي تعترفي، لما تحسي إنك محتاجة وقت لنفسك تاخديه من غير إحساس بالذنب. ابدأي بحاجة صغيرة جدا، مثلا 10 دقايق لنفسك كل يوم، مش للموبايل، مش للتلفزيون، لنفسك انتي. اعملي حاجة بتحبيها أو حتى اقعدي في هدوء. اللحظات الصغيرة دي هي اللي هتفكر روحك إنها لسه عايشة. وخدي بالك من حاجة مهمة، إنك لما ترجعي لنفسك مش معناها إنك تبعدي عن أولادك، بالعكس، كل مرة بتختاري فيها نفسك بتعلميهم قيمة النفس. العيال لما يشوفوا أمهم بتحب نفسها، بتعتني بنفسها، بتضحك وبتعيش، بيتعلموا يعملوا كده هم كمان. لكن لما يشوفوا دايما أم مضحية ومجهدة ومكروبة، بيتعلموا إن الحب بيساوي تعب، والعطاء بيساوي وجع. ودي مش رسالة إحنا عايزين نورثها لهم. أول حاجة لازم تفهميها كويس قوي، الإنسانة اللي جواكي مش محتاجة تولديها من جديد، هي موجودة بس عايزة حد ينده عليها. كل اللي محتاجاه إنك تبطلي تهملي صوتها، الصوت اللي بيقولك تعبانة ومخنوقة، نفسي في يوم لنفسي، نفسي أخرج، نفسي ألبس حاجة حلوة، نفسي أنام في هدوء. الصوت ده هو روحك وما تسكتيهوش تاني. أول خطوة في الرجوع لنفسك هي الاعتراف بالتعب. مش عيب إنك تقولي أنا تعبت، مش ضعف إنك تعترفي إن الحمل تقيل. الست اللي بتعترف بتعبها مش ضعيفة،
دي شجاعة، لأنها واجهت نفسها بدل ما تهرب. قوليلها بصوت عالي كده: أنا تعبت ومحتاجة أتنفس. الكلمة دي هي بداية الطريق. تاني حاجة، الراحة مش رفاهية، دي صيانة للروح. الناس بتفهم الراحة غلط، بيعتبروها كسل، لكن الحقيقة إن الراحة جزء من شغلك كأم. زي ما الموبايل بيحتاج يتشحن علشان يشتغل، روحك كمان محتاجة تتشحن. مش لازم تسافري ولا تسيبي البيت أسبوع، ممكن تبقي قاعدة في أوضتك 10 دقايق وتعملي فنجان قهوة لنفسك وتشمي نفسك من تاني. الهدوء مش دايما بيجي من بره، ساعات بيبدأ من قرار صغير جواكي، إنك توقفي العالم 5 دقايق وتسمعي قلبك. تالت حاجة، اعملي حاجة بتحبيها حتى لو بسيطة. في فرق كبير بين إنك تعيشي علشان الناس وبين إنك تعيشي علشان تحسي إنك عايشة. اسألي نفسك كده: أنا بحب أعمل إيه؟ لو مش فاكرة، جربي حاجات كتير، ارجعي للهوايات القديمة أو اكتشفي حاجات جديدة. اقري، اكتبي، امشي، ارقصي، اسمعي موسيقى، زيني بيتك، اشتغلي في حاجة نفسك فيها. المهم تبقي عاملة حاجة علشانك انتي، مش علشان العيال ولا جوزك ولا المجتمع، علشانك انتي وبس. رابع حاجة، اتعلمي تقولي لأ. عارفة قد ايه الكلمة دي مرعبة لستات كتير؟ لأنهم اتربوا على إن لأ معناها قلة أدب أو أنانية. بس والله كلمة لأ ساعات بتبقى طوق نجاة. قولي لأ للحاجة اللي بتستنزفك، قولي لأ للمواعيد اللي مش فارقة، قولي لأ لما تحس إنك خلاص مش قادرة. لأ مش رفض، لأ حدود. ولما تحطي حدود، الناس هتتعلم تحترمك أكتر، وهتلاقي نفسك بتقدري نفسك من غير ما تستني تقدير من حد. خامس حاجة، فكري في نفسك كأنك صاحبتك. يعني لو صاحبتك جاتلك بتشتكي إنها تعبانة ومخنوقة ومش قادرة، كنتي هتقولي لها إيه؟ أكيد مش هتزعقي لها وتقولي لها شدي حيلك، اقفي، كملي. لكن كنتي هتحني عليها وتطبطبي عليها وتقولي لها براحتك يا حبيبتي، خدي وقتك. طيب ليه ما تعمليش كده مع نفسك؟ عاملي نفسك بنفس الحنية اللي بتديها لكل الناس، انتي أولى بيها. سادس حاجة، فكري في أحلامك القديمة. مش لازم تكوني بطلة فيلم علشان يكون عندك حلم. يمكن كان نفسك تتعلمي لغة أو تعملي قناة أو تفتحي مشروع صغير أو حتى تدربي نفسك على حاجة بتحبيها. الأمومة مش نهاية الحلم، بالعكس، دي ممكن تكون بداية مرحلة أنضج منه. دي ممكن تكون بداية مرحلة أنضج منه. الست لما بتحلم بعد الأمومة بتحلم بعقلها وقلبها مع بعض. رجعي لنفسك الحتة دي، لأن الأحلام الصغيرة دي بتفكرنا إن لينا حياة تانية غير دور ماما. سابع حاجة، تواصلي مع ستات شبهك. الست اللي بتتكلم مع ستات تانية حقيقية، مش منافسة ولا مقارنة، بتتشاف. لأنك لما تسمعي غيرك بيحكي نفس وجعك بتحسي إنك مش لوحدك. اعملي دايرة صغيرة من الدعم حواليكي، 1 أو 2 بس، ناس تفهمك من غير ما تحكم عليكي. الفضفضة مش ضعف، ده دواء. تامن حاجة،
اهتمي بنفسك من غير إحساس بالذنب. خدي بالك من شكلك، من أكلك، من لبسك، من ريحتك، مش علشان الناس، علشان إحساسك بنفسك. الست لما تبص في المراية وتشوف صورة بتحبها بتفتكر إنها لسه موجودة. مش لازم تبقى كاملة، بس تبقى مرتاحة في جلدك. الاهتمام بالنفس مش طرف، ده نوع من الاحترام للروح اللي جواكي. تسع حاجة، سامحي نفسك. سامحيها على كل المرات اللي نسيتيها، اللي قسيتي عليها، اللي ظلمتيها، اللي كتمتي صوتها. مش هينفع ترجعي تحبي نفسك لو لسه زعلانة منها. قولي لنفسك ببساطة: كنت بعمل اللي أقدر عليه في وقتي، وأنا دلوقتي بتعلم أكون أحن. المسامحة دي مش بس بتطبطب، دي بتفتح باب جديد للراحة. الطريق ده مش سهل، وأنا مش هقولك إنه هيحصل في يوم وليلة، بس هو طريق بيرجعلك إنسانيتك خطوة بخطوة. ومفيش أجمل من إنك تلاقي نفسك بعد ما كنتي فاكرة إنها ضاعت. هتلاقي أيام ترجعي فيها تاني تتلخبطي وتتعبي وتزعلي وتحسي إنك مش قادرة. عادي، الرحلة مش مستقيمة، بس كل مرة بترجعي تفتكري اللي بنقوله دلوقتي هتعرفي إنك بتتعافي. وفي يوم كده من غير ما تاخدي بالك هتبصي في المراية وتشوفيها، الإنسانة اللي جوه الأم اللي بتضحك من قلبها، مش لأنها خلصت مسؤولياتها، لكن لأنها افتكرت نفسها، اللي بتعانق عيالها بحب مش طالع من واجب لكن من امتلاء، اللي بتعيش أمومتها بسلام مش بتعب. ساعتها هتفهمي إن الأمومة مش نهاية نفسك، دي امتدادها. وافتكري دايما، الأم اللي بتحب نفسها بتربي أولاد أقوياء. الست اللي بتحترم وقتها بتعلم ولادها يعني إيه قيمة. والإنسانة اللي بتعيش بصدق بتسيب في الدنيا أثر حتى من غير ما تقول ولا كلمة. فيا كل ست سامعة صوتي دلوقتي، قومي النهاردة وقولي لنفسك بصوت عالي: أنا مش أم وبس، أنا إنسانة كمان، وليا الحق أعيش، وليا حق أختار، وليا حق أتنفس. وخلي الجملة دي تبقى شعارك كل يوم، لأن أول ما تؤمني بيها حياتك كلها تتغير، مش من بره لكن من جواكي. وصدقيني، لما الست ترجع لنفسها الدنيا كلها بتتعدل حواليها. أتمنى إن بودكاست النهاردة يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك، الاشتراك في القناة، وتسيبولي تعليق حلو منكم. واشوفكم إن شاء الله في بودكاست جديد. مع السلامة.